في حاجة بسيطة أوي في تعبير الوش، إن أنا لمّا آجي أرسم مثلًا حد سعيد، تعالَ كده نرسم حد مبسوط، باعمل وشه مبتهج أو مفرود. يعني باعمل إيه، الحواجب مرفوعة، العينين مصحصحة كده، المناخير عادي ما بتتأثّرش بالموضوع. البُق مثلًا نعمله مبتسم كده يبقى مفرود، تحس إن الوش كلّه مفرود. أنا عاوزك تحس إيه بتعبير الوش أو بالحالة النفسية اللي فيها الشخص اللي أنت بترسمه، علشان تحس بالإيه، بالتعبير اللي أصل أنت بترسم حاجة نفسية فلازم تبان، فلازم تحسها أنت الأول. الشخص الحزين مثلًا بيبقى تعبيرات وشه كلّها نازلة لتحت، بيبقى إحساسه نازل لتحت كده، إحساسه feeling down، يعني فاهم، اللي هو down خالص. فإيه اللي بيحصل؟ طبعًا علامة الزائد دي ثابتة معانا، يعني آدي العينين وآدي المناخير وآدي الودان. هاعمل إيه؟ كل حاجة بقى نازلة لتحت. إيه بقى؟ الحواجب نازلة بشكل زي 8 كده، البُق يبقى نازل لتحت كده، قوس لتحت. حالة الغضب بتبقى في شد. إيه اللي بيحصل؟ تعال نشوف. آدي الراس وآدي الملامح اللي أنا هارسمها، وآدي العينين وآدي المناخير، الودان. سيب بقى البُق والحاجب دلوقتي، لأن البُق والحواجب والكلام ده كله أنا عاوز أبين إن الوش ده متعصب متشنج. فباعمل إيه؟ باعمل الحواجب زي 7 مش 8 بقى، لأن هو في شد، في عصبية. والبُق مثلًا إيه، أدّي له خط كده، مش نازل لتحت كده، مش نازل اللي هو حزين مترهل كده نازل، يعني لأ. يعني أنت لو تخيلت تحت البُق ده هتلاقيه عاضد على أسنانه، يعني ممكن أعمله كمان إيه، عاضد على أسنانه وهو بيتكلم كده مثلًا، فيبان العصبية في الموضوع. تعالَ بقى نرسم سكتشات على كده. ارسمها بأبسط طريقة، أو هات أي قلم وارسم، ما توقّفش الدنيا يعني. شايف القوسين اللي أنا خدتهم دول؟ القوسين دول لما الوش اتفرد أو لما البُق اتفرد، فدي تانية الخدود. يعني لما تيجي تعمل واحد ساكت خالص ما تعملش القوسين دول حوالين بُقه، لأن مفيش أي إيه، مفيش أي حركة حوالين البُق، هو مش لامم خدوده ولا عامل أي حاجة. لكن ده إيه، مبتسم، فالبُق مفرود فلامم خدود تحته، فالخدود دي كمان إيه، طالعة على العين. تعال نرسم الشخص الحزين ده. بلاش بقى شكل دايرة، نخلي أي شكل تاني زي كده مثلا. شايف النعسانة بتاعت النن العين دي لما بتبقى غطسانة في الجفن كده، مع إحساس الحزن في مش عارف إيه، فتحس كده اللي هو إيه، راجل حزين جدا يعني. عايز تتقل حواجبه؟ تعال هنتقل حواجبه. ممكن الراجل الحزين ده مثلا نعمل له تانيات كده حوالين نازلة من عند المناخير لطرف البق كده. تعال للشخص هذا المتعصب. عارف لو ضيقت عينه كده هيديك إحساس بالعصبية أكتر، اللي هي نن العين ده خلته إيه، يدوب نقطة كده. يروح إحساس بقى تشنجات لشعره بقى والحاجات دي. في بقى ممكن ندمج ما بين تعبيرين وش، ودي دايما بشوفها ايه في لايفات التيك توك. في مره كده فبدخل بشوف الدنيا ماشيه ازاي، فبقلب فبشوف اللايفات. ففي ناس اللي هي ايه، فاتح لايف وعايز يرحب بالناس وفي نفس الوقت عايز يديهم احساس ان هو حزين وبتاع، عشان باين يبعتوا له هدايا او حاجات كده. فهو محتار ما بين اللي هو يبقى شكله عادي اللي هو مبتسم وبيتكلم زي الناس عادي، وما بين ان هو حزين والدنيا مدمراه والحزن. فالدمج ما بين الشكلين دول لفت نظري بصراحه، واكتشفت ان هو مشترك ما بين ناس كتير. تعال نشوف. هنرسم الوش، خلي ده كبير بقى لان ايه، ده موضوع كبير. بيبقى ادي علامة الزائد الجميلة بتاعتنا اللي بتظبط لنا الدنيا، علشان بعد كده خلاص بقى ما عادش فيه ازمات في حكاية توزيع الملامح. يعني المفروض ان احنا اتفقنا على كده. ادي العين وادي عين وادي المناخير وادي الودان.
انا وزعت الملامح بتاعتي خلاص تمام. فايه اللي بيحصل بقى؟ فالراجل مبتسم عادي بس وشه حزين ومش عارف يعمل ايه، يعني مش عارف يمثلها ازاي، حزين على مبتسم على مش عارف يعمل ايه، يعني ايه اللي هيجيب مع الناس. فقلت ان انا ايه اجربها معاك كده ونشوف. ابتسامة حتى مش صادقة يعني، فاهم؟ وهو يقعد بقى يدعي للناس بقى بالشكل ده كده، وموطي طبعا، او يعني مش يعني مش ايه، مش واقف كده صلب كده، او بيبقى مش عارف هيعمل ايه في نفسه.